تخيل كده انك تمسك كتاب وتكتشف في يوم من الايام ان الكتاب ده مصنوع من جلد الانسان. خليني احكي لك القصه من اولها، بس اوعى تفوت كلمه لان اللي جاي حاجه اغرب من خيال. لاول مره يتفرج عليا يا ريت دلوقتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، واللي متابعني ما تنساش اللايك الجميل. استعد واربط الحزام عشان اللي جاي ملوش امان. بسم الله فلنبدأ. نيجي لمدينة ادنبرا، هي عاصمة اسكتلندا، والموضوع اللي انا هتكلم عليه كان في بداية القرن ال19، وفي الوقت ده كان كلية الطب بتعاني من حاجة غريبة جدا. كانوا محتاجين جثث عشان خاطر يتعلموا عليها، عشان يشرحوها ويعرفوا تفاصيل جسم الانسان، بس القوانين كانت مشددة. في الوقت ده ما كانش ينفع اي جثة تروح الجامعة بسهولة. كان ساعتها في سوق سري للموضوع ده، كان اسمه سوق الجثث. يعني كان حاجة معمولة كده من تحت لتحت بدون علم البوليس. وطبعا عشان الكلية كانت حاطة سعر مغري للموضوع ده، فابتدت ناس تسرق جثث من المقابر وتبيعها للدكاترة في السر. وطبعا في وسط السوق ده والمواضيع دي كلها ظهر اتنين، والاتنين اللي انا هحكي عنهم دلوقتي اللي هم ظهروا هيتبني عليهم القصة كلها، وهيتبني عليها افكار اشد من تفكير الشيطان. والاتنين اللي ظهروا دوت في السوق كانوا اتنين زمايل قوي، واحد اسمه ويليام بورك والتاني اسمه ويليام هير. طبعا الناس دي لما اتعرض عليهم الشغلانه دي وفلوسها المغري وابتدوا يخشوا السوق يبيعوا جثث زي ما الناس بتبيع، الناس دي موافقش عند البيع. بس الاول كان الموضوع سهل، يلاقوا جثث وياخدوها يبيعوها والفلوس ابتدت تخش جيوبهم، لكن الطمع عمره ما بيوقف. مع الوقت الجثث قلت والمكسب بقى مغري قوي، فقرروا يغيروا اللعبة، فكروا تفكير الشيطان ما بيفكروش، واللي فات حمادة واللي جاي هيتشرب عليه قهوة سادة. وهنا بقى هنبدأ أول سلسلة الرعب. وبورك وهير قرروا إن هما ما يستنوش حد يموت. قالوا لبعض احنا ليه نستنى لما حد يموت، ما احنا نساعده شوية عشان خاطر يموت اسرع. وهنا بقى ابتدوا ينزلوا يدوروا على بني ادمين صاحيه، وبقوا يختاروا ضحاياهم بعنايه، ناس غلابه او ناس مشرده او ناس ملهاش اهل. وابتدوا هنا يتكلموا مع الناس اللي في الشارع بحجه انهم مش عاجبهم حالهم وهم عايزين يساعدوهم ويقفوا جنبيهم. وهنا بقى ابتدوا يستضيفوا الناس في بيوتهم بحجة الأكل والمبيت. وبعد ما يقدموا العصير يقوم بسرعة بورك يخنق الضحية، وهير من الناحية التانية يكتف الضحية من ورا ويمسك ايديه ورجله ويناموا عليه هما الاتنين، وبورك يخنق الضحية لحد ما تموت خالص. وهنا بقى الضحية تموت في صمت، ولا بقتل ولا بتعذيب. وسموا الطريقة دي بريكنج. معنى الكلمة دي خنق الضحية بطريقة لا تترك أثر واضح، وده بقى مصطلح متسجل في كتاب الجريمة. فضلوا يقتلوا بالشكل ده لحد ما وصل عدد ضحاياهم ل17 شخص في أقل من سنة. بس الغلطة الكبيرة بقى انهم قتلوا ست جارتهم اسمها مارجريت، وكان ساعتها في شهود سمعوا صوت الخناقة، والجيران طبعا بعد الصوت العالي والصريخ لقوا الصوت وقف لوحده مرة واحدة. وتاني يوم لما نزلوا يخبطوا على مارجريت ما لقوهاش في الشقة، فالجيران هنا راحوا اسم الشرطة يبلغوا على اللي هم سمعوه. وهنا بقى الشرطة جت بسرعة فتشت في شقة مارجريت وما لقيتهاش. الشرطة ابتدوا يخبطوا على باب بورك وهير بس ما لقوش حد، فاضطرت الشرطة ان هي تكسر الباب، ولما دخلت لقت جثة مارجريت. وساعتها بورك وهير ما كانوش موجودين في اللحظة دي، ما كانوش عاملين حسابهم ان ممكن يكون في حد سمعهم او هيحصل حاجة. وهنا الشرطة اتحافظت على الجثة واستنت بورك وهير، عملوا لهم كمين لحد ما قبضوا عليهم. بس هنا بقى الطب الجنائي كان مستغرب ان ساعتها قبل ما يشرحوا الجثة ولا فيها ضربة ولا فيها اي نوع من انواع الاجرام يسبب للقتل. هنا لما شرحوا الجثة اكتشفوا ان هي مخنوقة. وهنا بقى لما الشرطة قبضت عليهم وحجزت عليهم في السجن ابتدوا يحطوا بورك لوحده وهير لوحده. وطبعا لما شافوا هير اكتر واحد خايف ومرعوب، راحت الشرطة لعبت لعبة كويسة، قالت لهير احكي لنا عن كل حاجة، هنخليك تبقى طرف شاهد ويبقى مالكش دعوة بالجريمة خالص، وهنلبسها لبورك صاحبك، بس احكي لنا عن كل حاجة. هو المقصود بقى هنا ان هير هيحكي عن الجريمة
اللي هم عملوها بتاعت الست بس، ما كانش يحسب اللي هو هيحكي عن كل الجرائم. وفعلا خرب الكلام وحكى عن كل الجرائم اللي هم عملوها. وغير ساعتها لما اعترف للبوليس ان بورك هو اللي بيقتل كل الضحايا ويا دوبك هير هو اللي كان بيساعده، اتحكم على بورك بالاعدام. الغريب بقى ان بعد ما اتعدم شرحت جثته في الجامعه اللي كان بيبيع فيها الجثث، والعلماء هنا بقى خدوا جثته وقرروا يخلوا القصه رمز للتاريخ. فكروا ساعتها تفكير غريب ان هم يسلخوا جلده ويعملوه غلاف كتاب، ومكتوب في مقدمه الكتاب في اول صفحه مصنوع من جلد ويليام بورك. الكتاب ده لحد النهارده موجود في جامعه ادنبرا. وكده يبقى انا خلصت القصه، واللي متابعني ما تنساش اللايك، واللي اول مره يتفرج عليا ما تنساش تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.